السلام عليكم. أثار النجم الشاب لامين يامال لاعب برشلونة قلق جماهير الفريق عقب تعرضه لإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد التي أقيمت مساء الأربعاء وانتهت بفوز البارسا 1-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليتأهل إلى النهائي ويضرب موعدا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فقد وقعت الإصابة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء حين قام يامال بمراوغة تخطى فيها الثنائي جافي جالان وكليمنت لينجلي قبل أن يتعرض لتدخل عنيف من الأخير الذي ضربه بكعب القدم في الكاحل الأيسر، ما تسبب في إصابة مباشرة وظهور معاناة واضحة على وجه اللاعب. ورغم الألم الشديد أصر يامال على إكمال المباراة وواصل اللعب حتى الدقيقة 87 قبل أن يتم استبداله بجيرارد مارتين، وقد أظهرت الكاميرات كاحله الأيسر وهو ينزف، مما يدل على قوة وخطورة التدخل. يذكر أن لامين يامال كان قد صنع الهدف الوحيد في المباراة وأبان عن روح قتالية عالية رغم الإصابة، ومن المقرر أن يخضع لمتابعة طبية دقيقة في الساعات المقبلة لتقييم مدى خطورة الإصابة والتأكد من عدم وجود أضرار جسيمة.